في رمضان. تعال اقول لك كميه الحاجات اللي انت بتخسرها لما بتتسحر وبعديها بتدخل تنام وما بتصليش الفجر. بتخسر اقوى واعظم سبب في دخولك الجنه، وان ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك من صلى البردين دخل الجنه، والبردين دول هما صلاه الفجر وصلاه العصر. بتخسر ان ربنا ينجيك من النار، يعني بتخسر انك انت ما تخشش النار ابدا. وهو ده اللي قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار احدا صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهنا سيدنا محمد هنا قصده على صلاه الفجر وصلاه العصر. بتخسر اجر وثواب قيام الليل كله. ايوه زي ما سمعت كده، انت متخيل انك انت لما بتتسحر وبعدها بتدخل تنام وما بتصليش الفجر بتخسر ان ربنا سبحانه وتعالى يديك اجر وثواب وحسنات، اكنك انت فضلت من بعد صلاه العشاء لغايه اذان الفجر، فضلت الوقت ده كله عمال تصلي صلاه قيام الليل. يعني سيدنا محمد بيقول لك صلي العشاء في جماعه واوعى تنام بعد ما تتسحر، وصلي الفجر في جماعه، ربنا سبحانه وتعالى يديك اجر وثواب وحسنات صلاة قيام الليل كله. بتخسر براءة انك انت شخص مش منافق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثقل صلاة على المنافقين، يعني اكتر صلاة بتكون تقيلة قوي على الناس المنافقة هي صلاة العشاء وصلاة الفجر. انت عارف انك انت بتخسر اجر وثواب يساوي كنوز الدنيا دي كلها وما فيها؟ ايوه والله زي ما سمعت كده. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. انت عارف هنا قصده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قصده ايه بركعتي الفجر؟ قصده على السنه اللي انت بتصليها قبل صلاه الفجر، اللي هي الركعتين اللي انت بتصليها قبل صلاه الفجر. انت مستوعب ان السنه بس تساوي كنوز الدنيا دي كلها وما فيها؟ ما بالك بقى بالفريضه اللي هي صلاه الفجر. اظن بعد ما عرفت كميه الحاجات اللي انت بتخسرها لما بتتسحر وبعدها تدخل تنام وما بتصليش الفجر، مش هتكسل تاني ابدا انك انت تصلي الفجر. خليك سبب ان حد تاني يشوف الفيديو ده، لانك انت تاخد نفس الاجر والثواب اللي هو ياخده لما يصلي الفجر. رمضان كريم عليك وكل سنه وانت طيب. وزي ما انت عارف انا عموره لايف كوتش بتاعك.